بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحسن الحظ إنه العين لا تتأثر كثيرا من الصوم، يعني مثل باقي أعضاء الجسم ممكن تتأثر من الصوم بصورة مباشرة، مثل الكلى والأنسجة المخاطية بتاعت الإنسان والجلد وكذا. لكن العين عندها مقدرة إنها تحافظ على البيئة بتاعتها، سواء كانت البيئة الداخلية من ضغط العين الموجود داخل العين، ولا البيئة الخارجية كم الدموع اللي بتفرز وكده. كلها بيكون في مقدرة على المحافظة عليها مع الصيام. لكن بنكون بعض الناس عندنا لهم بعض النصائح. واحدة من الحاجات المهمة جدا العاوزين الناس اللي عندهم يعني المشاكل دي يتجنبوا الصيام، أو على الأقل يستشيروا طبيبهم قبل ما يبدوا فترة الصيام. هي الناس اللي عندهم موية سوداء متقدمة، يعني الناس اللي عندهم مياه سوداء متقدمة والعصب بتاع العين أصبح ضعيف، ديل لازم يستشيروا طبيبهم هل في الإمكان إنهم يصوموا ولا لا. لأنه الصوم معروف إنه بيؤدي إلى انخفاض في ضغط الدم، الضغط بتاع الجسم عامة. والضغط بتاع الدم إذا انخفض ممكن يؤدي إلى ضرر في عصب العين، لأنه العين داخلها زي ما قلنا في ضغط معين، والضغط ده الجسم عنده مقدرة إنه يحافظ عليه حتى لو نحن قللنا شراب المياه. الناس اللي عندهم موية سوداء مشكلتهم الأساسية إنه ضغط العين بيكون مرتفع أكثر من الطبيعي. فإذا ضغط العين مرتفع وضغط الجسم انخفض، فده بيخلي المسافة كبيرة بين ضغط العين وضغط الجسم، وده بيخلي كمية الدم المارة في العصب البصري تكون قليلة جدا، وده ممكن يحدث ضرر كبير في عصب العين، خاصة للأشخاص اللي عصبهم أصلا أصبح ضعيف. فدي لازم يشاوروا الأخصائي بتاع العيون اللي هم متابعين معاه هل في إمكانهم يصوموا ولا لا قبل ما يعني يبتدوا الصوم، خاصة إذا كان الجو ساخن. لأنه لما يكون الجو ساخن الإنسان بيعرق أكثر وبيفقد أملاح أكثر، وبالتالي ضغط الجسم ممكن ينخفض بصورة أكبر. الأمر الثاني المتعلق بالصيام هو الناس اللي بيستخدموا قطرات مستديمة، أو حتى لو كانت مؤقتة وصادفت فترة بتاع الصيام. في سؤال دائم الناس بيسألوه: هل القطرة بتفطر؟ لأنه أي واحد فينا لما يستعمل قطرة بيحس بطعمها في حلقه. نحن بحكم إنه الناس سألونا كثير، نحن ما فقهاء بنفتي في المسائل دي، لكن بحكم إنه الناس سألونا كثير والمرضى بيسألونا كثير، فنحن سألنا أهل الذكر يعني في المجال ده، ومعظمهم إن لم يكن كلهم أجمعوا على إنه قطرة العين لا تفطر، حتى لو الإنسان حس بالطعم بتاع القطرة لكنها لا تفطر. والفتوى دي منطقية جدا حتى من جانبنا نحن من ناحية علمية. كل السوائل بتاعت العين اللي هي العين باستمرار فيها سوائل، يعني الدموع بيتم إنتاج الدموع بكميات كثيرة كبيرة خلال اليوم، وكل الدموع دي بعد ما تغسل سطح العين وترطب سطح العين بتمشي في المجاري بتاعت الدموع، ومن مجاري الدموع بتنزل في الحلق وبتنزل في المعدة. يعني أصلا نحن باستمرار عندنا سائل بيطلع من الغدة الدمعية وبينزل في الحلق وبينزل في المعدة، نحن صايمين ولا ما صايمين. ونفس الحاجة بتحصل للقطرة، القطرة اللي بنحطها في سطح العين برضه بتمشي في نفس المجاري دي وبتصل لنفس المكان. فأصلا نحن في سوائل قاعدة تخش عن طريق العين لحلقنا ومعدتنا باستمرار، والقطرات برضه بتعمل نفس الحكاية، فبالتالي تعامل نفس المعاملة. كما أفتى معظم علماء الدين إنه القطرة ما بتفطر. عشان كده نحن حريصين إن نوصل المعلومة دي للمرضى بتاعين العيون، لأنه في مرضى عيون بيستخدموا
أدوية بصورة مستمرة، وهي مهمة جدا. يعني الانقطاع عنها ممكن يحدث أذى كبير جدا في العين، وكثير من المرضى لأنهم بيشكوا إنه القطرة ممكن تقطع الصيام بيقوموا يتوقفوا عن استخدام القطرة، وده ممكن يحدث ضرر كبير. شكرا جزيلا.